السلام عليكم حبيباتي المدبرات، يا رب تكونوا بخير وصباح الخير عليكم. وش راكم لاباس؟ اليوم مرحبا بكم في قناة خطوات مالية. اليوم بربي إن شاء الله راح نحكوا على موضوع يهم الجميع، واللي هو اسكو نحطوا دراهم في الدار ولا في البنك تحت الوسادة ولا في البنك. هنايا كما نقولوا هذا الموضوع يخص الجميع وكاين عليه تساؤل كبير. هنايا قبل ما نقولوا وين نحطوا، ولا قبل ما نحكوا وين ونخبوا دراهمنا، أرواح نشوفوا الحكاية هذه ومن كل الجوانب بلا ما نحكموا من الأول من البداية. أولا، كي نحكوا على الكاش، الكاش تحت الوسادة واش عنده سلبيات، ولا واش عنده كيما نقولوا إيجابيات، ولا كيما نقولوا واش عنده تسهيلات. أول حاجة هي الخفة، هذه أهم حاجة تحسي بها في يدك، كيما نقولوا تحسيها قريبة ليدك، ترفدي وما حبيتي كشغل ما كيما نقولوا ما كيما نقولوا ما تستعبيش وما تخميش كيفاش ترفديها كيفاش تجبديها، خاطرها هي قريبة ليدك، هذه حاجة باينة. كيما نقولوا قادرة أنك تقدري توصلي لها في أي وقت بلا ما تستناي، بلا ما تشاوري، بلا ما تسولي حتى واحد. كيما نقولوا ما فيهاش رسوم، كيما نقولوا هذه تاع البنك، ما كيما نقولوا ما فيهاش لاشين في لابوست، وما كشغل ما فيها لا شاك لا كارت مانيتيك لا حتى حاجة، لا ستيلو باش تكتبي المبلغ نتاعك. كيما هاك ما فيهاش رسوم، ما فيهاش شروط، ما فيهاش اوراق، كيما قلت شاك وبطاقه وكامل. وبزاف النساء يحسوا ذي النقطه، والله هذه العفسه انها مليحه ليهم. شغل بزاف منا حنايا النساء نحسوا باللي دراهمنا كي نشوفوها عندنا حنايا هنايا كيما نحسوا بامان، فهمتي؟ كتشوفيها قدام عينيك تحسي بامان. سلبيات الكاش تحت الوسادة، كيما نقولوا هنايا، أول حاجة الخطر، باين الخطر تاع كيما نقولوا حريق، ولا سرقة، ولا كيما نقولوا ضايع تهملك، كيما نقولوا تهملك دراهمك، كشغل كيما نقولوا تنساي وين حطيتيها، مثلا تبدي مجروبة مبلغ ومن بعد ما تعرفيش وين حطيتي الباقي. ممكن كيما نقولوا هاك يقدر يضيعولك دراهمك بهذه الطرق في دقيقة واحدة بلا ما يرجعوا أكيد. مثلا الحريق كما نقولوا ذيك الوقت اللي وقت فات كما نقولوا ورونا في قناة نهار، نظن الله أعلم، على هذاك المخلوق اللي كان ملمد، هذاك الراجل اللي ملمد 300 مليون ولا 280 مليون باه يشري سكن، مخلوق تحرق الدار فدهم رماد مسكين. شغل هنايا كاين خطأ كما نقولوا خطير بزاف على الدراهم في الدار. ثاني حاجة، وهذه الناس ما يحطوش معاها قاع بزاف بالهم، اللي هي التضخم. وشنو هو التضخم؟ كما نقولوا كي دسي دراهمك تحت الوسادة، كي دسيها في الدار شغل ما كما نقولوا قاع ما تستثمريهاش، دسيها راهي مدسوسة كيما هكاك راكدة شغل. كيما نقولوا كيسموه شغل ما تستثمريها لا في ذهب لا في عقار، مثلا تشري حانوت وتكريه، تشري دار وتكريها مثلا. كيما نقولوا احنا اهم حاجه احنا نسيلقنا الذهب، شغل تشري ذهب وراكي دسه فيه دراهمك، كيما نقولوا تصبري عليه سنين باه يجيب لك حقه اكيد، مش تشريها منه تروح تبيعها منه، هذا خطأ. كيما نقولوا الدراهم كي تخليها راقدة راهي تنقص عام بعد عام، كيما نقولوا مليون تاع السنة كيما نقولوا راه مدسوس، بعد عامين ممكن مليون تاع درك راه يجيب خير من مليون كيما نقولوا خير من مليون تاع عامين اخرين مثلا.
كي دزتي مليون درك وتعاود تجبديه دركا حاليا كي نقولوا تشري منه صباح تشري منه حوايج بزاف، بصح بعد عامين ما يشيلك والو، يشيلك نصهم حاجه منهم برك، ما يشيش حوايج بزاف. ودرك راح نشوفوا البنك، نشوفوا البنك وشنو هي سلبياته وشنو هي المحاسن تاعو ونقارنوا. اذا مميزاته، اول ميزه هي الحمايه، دراهمك موثوقه محميه، ما تحتاجيش كما نقولوا ما تخافيش عليها من السرقه من الحريق. ثاني ميزه بعض الحسابات وهذه كما نقولوا قليله هذه عندنا احنا، نظن ان كما نقولوا بعض الحسابات كما نقولوا بعض الحسابات يديروا فيهم استثمار. احنا ما عندناش هنا في الجزائر كاين اللي يديروا استثمار في بدراهم يلبسوها باستثمار، كما نقولوا يسموهم بنك ها كما نقولوا مش عارفه كيف يسموهم، ما نعرفش معلومه غلط. هنايا كما نقولوا هذه مهمه بزاف للنساء، انك الحساب تاعك تشوفي به دراهمك، كما نقولوا مثلا عندك بريد موب كما احنا عندنا هنايا في الجزائر بريد موب، تقدري تفتحيه في اي لحظه وتشوفي دراهمك وين راهي. شغل هنايا راكي تحميها من مشاكل بزاف، انها من سرقه، من ما تصحيش، من مرات تنقص مرات فهمتي، كما نقولوا تلحقي على المشكل من اولو من جذوره تقلعيه، مش بعد فوت الاوان. صح. وهنايا وش المشاكل تاع البنك، بعض الحسابات فيها رسوم شهريه او سنويه، كما راني قلت لكم درك، خاصه الرصيد الصغير. مثلا درك كيما البارح طلع منشور في الفيسبوك قال لك اليوم تنقصكم 20 ميل كاع من الحسابات. هذه بريدي موب ولا اجي بوست تتنقص من فتره لفتره، تنقص 20. هذه اللي مخلوق ما عندوش كاع رصيد في الكونت تاعو راح تنقص له شغل. هذه كيما نقولوا اقل من 20 اقل من 20 تزيد تنقص، ما مش تزيد. هنايا كما نقولوا ثاني حاجه هي الوصول لدراهمك بطيء، ابطا من الكاش في الدار. كيفاش هذه؟ ما تقديش تسحبي دراهمك في اي ساعه في اي وقت ولا من اي بلاصه، خاصه في الاعياد، كما نقولوا في العطل. هنايا شويه صعيبه علينا دراهمنا في الكونت. اذا واش هو الحل؟ الحل هو التوازن، كما يقولوا الخبراء الماليه باللي كي تحطي سموه دراهمك، حطي نص في البنك ونص كما نقولوا نسبه في الدار. على واش هذه؟ كما نقولوا تفيدك في طارئ مفاجئ، مثلا مرض، مثلا ضياف جاوك تسحقي كاش قليل، حاجه قليله. هنايا تكوني داسه تكوتشي شويه في الدار، ما تضطريش مثلا تخرجي في الليل، تخرجي مثلا ما تخرجي في كما نقول وقت تكون فيه مسكره لابوست. هنايا كما نقول تخلي مبلغ في الدار انه يعاونك في هذه الازمات، يحلك هذه الازمه. الباقي يقولوا الخبراء الماليه حطوه في البنك، خاصه ادخار طويل المدى. ادخار طويل المدى هنايا حطيه في البنك وما تسقسيش كما نقولوا، ولا اي وسيله تحميه من تضخم، مثلا ذهب كما قلنا، ولا عقار، ولا تشري ارض، ولا شغل تشري ارض وتبنيها وتكليها شغل اللي يخدم عليك. كما نقولوا الاستثمار احسن، خير من دراهم راقده وتخسر قيمتها مع الوقت. النقطة الثالثة افتحي حساب منفصل للادخار بلا بطاقة. تقدري تفتحي حساب في الاخر سي بي بلا بطاقة، ما تجبديش شغل ما يعطوكش عليه بطاقة ذهبية. ما تقدريش تسحبي هاي البطاقة، ما تصعب عليك شوية السحب، وما تسرعيش وتقاومي التسارع تاعك في سحب الدراهم. النقطة الرابعة، راجعي كشف الحساب مرة في الشهر، يا ربي في 5 دقائق تحلي بريد موب تشوفي كما نقولوا الكونت تاعك.
خاصة إذا كي دازت فيه دراهم مليحة، كيما نقولوا تعرفي دراهمك وين رايحة، وتصلحي أي تسرب قبل فوات الأوان. كما أنا قلنا هذو كثرة هذه تاع اللي يصونوا لك، يسموا روحهم الجي بوست ويصونوا يقول لك أعطينا الكود، هذه راه خطأ كبير. طاحوا فيه كما نقولوا ياسر بزاف ناس طاحت فيه، الله المستعان وربي يعوضهم إن شاء الله. هنايا كما نقولوا الحذر الحذر من أن نردوا على أي رقم، خاصة الجي بوست عمرها ما تعيط للزبون، عمرها تبعث ميساج وخلاص. انا يجيني ميساج يقول لي راه البطاقه تاعك راهي في لابوست باجي تديها، كي شغل كي تموت البطاقه كيما نقولوا تبيريما، كيما نقولوا ينتهي تاريخ صلاحيتها، يبعثوا لنا ميساج. جامي انا عيطوا لي اجي بوست ما تعيطش تبعث ميساج. كيما نقولوا كاين مساكين سيرتو هذو كبار السن، ابائنا مخاليق، كي شغل يعيطوا لهم يخلعوا يقولوا اعطيني الكود الفلاني، دوك ارسل لي الكود الفلاني، يوخذوا في كاش دراهم راه دسها. خاصه احنا ابائنا هذو معروفين، ابائنا الكبار هذو، كما نقولوا ما عندهمش ثقافه الاستثمار هذه، عندهم يحب يجمع برك، يدخر برك الدراهم. هنا ممكن يكون عنده في الكونت كما نقولوا كاش ملايين ولا هاك قيله ولا كثيره، كي قادر انه تروح 30 مليون تروح 20 مليون. شفنا قصص بزاف في هذا الموضوع، الله المستعان، الله يهدي مخلق. اذا نصيحة اخيرة، والاهم هنا مش وين تحطي دراهمك، الاهم وش راح ديري بيها. كما نقولوا يعني التتبع والتخطيط والتنظيم والمراقبة كما كنا نحكوا درك. والاهم شيء الاستثمار، كما نقولوا ذهب ولا تحركي ولا حاجة تحركي بها دراهمك. إذا قولوا لي في التعليقات أنتم مع فكرة أن نخلوا الدراهم تحت الوسادة في الكاش في الدار ولا في البنك. ونشوفوا كما ولا ديروا بين وبين كما النصيحة اللي حطيناها اليوم. وفي الأخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.